يا مرحبا، تفضلي. حسين، مي؟ لا. عرفت. سيجارة؟ لا. مين انتو؟ معك حق، لازم نتعرف. أصلاً تعرفيني من التلفزيون؟ لا، ما بعرفك. بس أنا بعرفك منيح. طيب شو بدك مني هلأ؟ ليش ما قلت لي؟ شو بدك مني؟ بداية يلي حكيتيه للشرطة. لصالح مين بتشتغل؟ لتكوني مفكرة اني بشتغل مع المافيا اللي بتنقلي لهم مخدرات. هالحكي ما انه صحيح ابدا. طيب انت لازم تفهمي شغلة، انا برد لك الخير. نحن مو من الناس اللي بالك فيهم. طبعا انت خايفة لانك حكيتي مع الشرطة، لانه الناس اللي اعطيتيهم اسمائهم رح يلاحقوكي، مزبوط؟ هن ما بيهمهم إذا اعترفتي للشرطة ولا لا، وبجميع الحالات بدهم يقتلوكي. منشان هيك لازم تتعاوني معنا. مين انتو؟ بالوسط اللي بتشتغلي فيه لازم تكوني سمعتي باسم واحد بينادوله الكبير. طبعا سمعت. أنا عم حقق معك باسمه. لا، ما بصدق. عمرك ما تصدق. رح يكون معك وقت طويل لتصدقي. اليوم بكفي هلا. بس بدي منك تجاوبيني على السؤال. تعرفي مين هي؟ ايه. رفيقتك؟ ايه، هي رفيقتي. طيب بتعرفي وينها؟ لا، ما بعرف، بس يمكن تكون مع شي زبون من زباينها. طيب هي ما لها قرايبين هون؟ أبوها، أمها، خالتها؟ ايه، امها هون. تعرفيها؟ بعرفها. حلو، حاليا بكفي هالقد. شكرا إليك. أي شي بتحتاجيه فيكي تطلبيه من الشباب اللي واقفين برا. لا تعملي مشاكل يا حلوة، اتفقنا؟ عن إذنك. هلا صاير لها شي؟ كانت قاعدة وما فيها شي، وفجأة صارت تصرخ، بعدين سكتت وما عادت حكيت. أكيد في حدا زعلها، صح حكي ما؟ هذا أخوك عيسى، صار إلا ابنك مات لحتى جننا. عمو عيسى كان سكران. يا الله، هي بغرفتها؟ ايه، رح شوفها. كيفك جان؟ منيح. شو وضعها؟ تعبانة. طلبتوا له دكتور؟ شو قال؟ صار معه نوبة عصبية. مالي مطمنة يا علي،
وشها محمر. قديش طلع ضغطها؟ ضغطها مرتفع. شو لازم أعمل؟ رح أتأكد. عشرين 14. نحن لازم ننقلها على المشفى فورا. رح خبر يوسف. ماشي. نهلا. هاي عايشة، شوفي قديش طالعة حلوة، شو مبسوطة فرحانة. ما كانت بتعرف انها رح تموت بعد شوي. مو معقول. لا ماني قادرة اصدق اللي صار. كيف ماتوا كل هالناس؟ ما عم بقدر افهم. ليش المصايب عم تلحقني وين ما عم روح؟ لو كنت بعرف انك رح تعملي هيك ما كنت طلبتهم منك. ليكي هون عيسى ورؤيا مع بعض. لو شفتي حالة عيسى، نحن شو عملنا لحتى يصير فينا هيك؟ صدقيني زينب اللي عمل هالمجزرة بده يدفع الثمن غالي ومستحيل ينفذ من العقاب. ما عم بعرف شو هو السبب اللي بيكفي لقتل كل هالناس. كيف بدهم يبرروا هيك جريمة فظيعة؟ هدول الناس ما في بقلبهم جنس الرحمة. حتى الحيوانات ما عندها الوحشية لتتعامل مع بعضها بهالطريقة. معقول تكون كل هالمصايب بسببي أنا عايشة؟ طبعا لا زينب، ما تقولي هيك. الشيء الوحيد اللي بنقدر نعمله للي مات هو إنه نحاسب المجرم، ولازم نعمل هذا الشيء سوا. لسه ما حكيت مع يوسف؟ مسكر موبايله وماله بالشركة. هلأ بحكي معه من المشفى. تجاوبت معك؟ طبعا بدها تتجاوب. شو قالت؟ هي سمعانة عن سيادتكم من جماعتها. غير هيك؟ البنت بدها تحكي بس هي خايفة شوي. سألتها عن البنت يلي مع لؤي، قالت لي إنها ما بتعرف وين ساكنة بهالوقت، بس بتعرف أمها. إذا تعاملت بلطف مع البنت بتقدر تجيب نتيجة أحسن. أمرك معلم. ماشي. معلم، في شغلة بدي أسألك عنها. أسيم بنت حلوة، يعني بدي إذنك لرافقها. طبعا إذا ما في مانع. وبعدين؟ ما بعرف. اسمعني منيح يا حسان، أنا ما بقبل هالشغلات، عم تفهمني؟ ما حلوة جيتنا لهون. إذا رحنا وقعدنا بشي مطعم ما بيكون أحسن من وقفتنا هون؟ ما بعدت وراك مشان أعزمك. لا تعذبني يا يوسف، أنت بتعرف إني ما بتخلى عن صداقتك. لا تعذب حالك، هذا الحكي ما عاد يمر علي. يوسف،
انت هيك كتير عم تظلمني. اسمعوا لا، بدك تقول لي وين الكشاش، عم تفهم؟ بترجاك ما تطلب مني هذا الشيء. احكي. ما فيني اقول لك، بعدين الكبير بيقتلني. وينه لا؟ ما بقدر اقول لك، ليش مانك عم تفهم؟ قلت لك الكبير بيروحني. اسمع سليم، بدك تقول لي وينه ولا لا؟ ما فيني اقول لك. روح بلا شرف. لا تعمل هيك يوسف. بيقوز راح تلاقيه جنب برج الحرايق. ايدك ولا فوق ولا حركة. اي حركة تفضي براسك. ها شكلك مهتم بهالطيور أكثر من اهتمامك ببنت الكبير، ما هيك؟ القصة ما انتهت، الكبير ما رح يترك هالقضية. هالشغلة مثل الوسواس، رح يجن لأنه ما عم يطلع بإيده يعمل شيء. أيوة جاي دغري، بدي اروح على المشفى هلا، يمكن دخلوني على غرفة العمليات. مع فاي ان شاء الله. ان شاء الله. بيت مبارك. مين هو الجاسوس؟
أي جاسوس؟ يلي خبر مير أوغلو بمحل صاحبه الكشاش. معلم عم تشكوا فيه؟ أكيد لا يا حسان. واحد من الشباب. أنا ما عم يخطر ببالي غير سليم، هو صديق قديم لمير أوغلو. لكن معقول اجدب لهالدرجة؟ يعني هو لو فكر شوي كان عارف انه هو بموضع الشك. ما بيهمني كيف بيفكر، بس لازم نتأكد بالأول. يلا اسحاب 3 فورا على التحقيق، وإذا لزم الأمر بتحقق مع الحراس يلي كانوا مناوبين. حسان، هي البنت لازم تضغط عليها لنوصل للؤي بأقرب وقت، وقبل ما يوصل له مير أوغلو. انت بتؤمر. وضع المريضة نهلة حرج، ولازم نستأصل لها الرحم بأسرع وقت. بس صحتها ما بتساعدها. شوفوا ما عنا وقت لنضيعه. غير هيك المريضة مو بوضع يساعدها على اتخاذ القرار أبدا. وإذا ما بدكم يسوء وضع المريضة أكثر من هيك لازم تاخد قراره بسرعة بموضوع عملية زوجتك يا سيد علي. في وقت لنفكر؟ طبعا. الله يطولك يا روح. كيف رح تتقبل نهلة هالخبر؟ لهلا مفكرة حالها حامل. كيف رح نقنعها بهالعملية؟ وانا شو بيعرفني؟ كيف نهلة؟ منيحة، بس لازم تعمل عملية. حكينا مع الدكتورة، قالت لازم يستأصلوا الرحم. من وين هالمصايب؟ والدكتورة كذا مرة استشرناها، ليش لهلا؟ هالشغلات ما بفهم فيها، بس شو لازم نعمل هلا؟ لازم تعمل هالعملية، هذا رأي كذا دكتور، وضعها حرج وما بيطمن. نهلة بتعرف شي؟ حالتها ما بتخلينا نخبرها. وين هلا؟ بالطابق الرابع، غرفة 419. أنا بحكي معها. يلا جايين معك. يوسف، وأخيرا اجيت. ايه جيت، تأخرت عليكي، أنا آسف. أنت منيحة؟ ايه منيحة. أخي ليش أنا هون؟ والله ما بعرف. يا ريت تاخدني معك عالبيت. لا، بالأول لازم نطمن عليكي. يوسف ابني وضعه منيح ما هيك؟ ما حدا عم يقول لي شي مطمني لا يكون صاير له شي مشكلة. نهلا اسمعيني حبيبتي. هو منيح ما؟ ابني منيح، ما حدا بيعرف بهالشغلة أكتر مني. لا تخليهم يأذوا الولد شو ما صار. خلص ارتاحي ارتاحي. شو صار؟ شو بده يصير؟ نهلة تعبانة نفسيا، وإذا كنا مضطرين نعمل لها العملية ولا بد، فلازم ناخد القرار عنها. ماشي، لروح احكي مع الدكتورة. طول بالك عليه. المهم هلا صحت نهلة، ولازم انت تساعدها. عملت كل اللي بيطلع بإيدي يا يوسف. بعرف،
حلو كتير. أهلين لؤي قطجان. طول عمري بشوفك بشع، بس هون مو معقول قديشك بشع. بابا، هدول اللي نقيتهم ما عجبوكي؟ الشباب اختاروهن وجابوهن، وانا بصراحة عجبوني. لا تقول يا بابا، بعرفك مزوق اكتر من هيك. ماشي، اصلا بلور قالت شو نفسي. هاد؟ شوفتكم مع بعض والله بتسوى عندي الدنيا كلها. لقيت كم موديل مشان غرفة النوم وغرفة السفرة، وفي موديلات هون عجبتني كتير. يا ريت تعجبكم انتو كمان. كأنك معجوقة بفرش البيت أكتر منا. أبوكي بيحب ذوقي، وانتي بعرف انه ما عندك وقت لهيك شغلة، ما هيك؟ ليكون غلطانة. يلي بيشوفك بفكرك عم تحضري جهازك. شو لسه ما وصيتي على فستان العرس؟ خلص زينب تعي معي شوي. لا اسمع، الظاهر انه في شي تاني زينب حابة تقوله. بتعرفي شغلة؟ أنا ما بطيق الأرض اللي بتمشي عليها، وأحيانا بتخيلك مثل الحرباية بوشين. بدي أعرف شو سبب وقاحتك وعصبيتك هي. يبدو أعصابك متوترة لأنك ما تجوزتي يا حلوة. سدي حلقك وليه؟ اصحوا لحالكم، ليش ما عم تقدروا تتفاهموا مع بعض؟ تعي معي شوي زينب. بابا لو سمحت. وقحة. بابا يعني أنت ما سمعت شو قالت؟ انتوا صايرين عم توجعوا لي راسي. ممكن تقلي ليش مسكن هالمرة معنا بابا؟ أنت بتحبها شي؟ من يوم ما توفت أمي ما دخلت مرة بيننا أبدا. ليش هي عم تتدخل بحياتنا؟ يعني شو إلها شغل معنا؟ انتبهي لكلامك يا زينب، لا تحكي عن بلور وكأنها وحدة جاية من الشارع. بجوز أنت كبرت بابا، بس هالبنت عم تضحك عليك وأنت بتعرف تماما هي شو بدها منك. شو بده يكون يعني؟ بدها القوة والمصاري يلي معك طبعا. لا تضحكيني، بجوز عندي قوة، بس من وين المصاري؟ بعدين بلور عندها جبال مصاري ما بتاكلها النيران. عن جد؟ طيب ما فهمت ليش من شهور وهي قاعدة عنا هون؟ لا تقلي إنها عم تدير شغلة من هون، أنا مالي بنت صغيرة لحتى تسكتني بكلمة. بس شاطرة تستخدم بطاقات الائتمان تبعك وشو هاممها؟ طولي بالك يا زينب. طيب ماشي، لنحكي بصراحة، إذا هالمرة بدها تعيش بهالبيت هاد أنا طالعة منه. أنا رح أترك لك البيت وأمشي ومالي راجعة عليه أبدا. القرار هاد إلك بابا. وين رايحة؟ ايه، قدرت تعرف شو مشكلة بنتك الصغيرة المدللة؟ شوف، طول هالوقت وأنا ساكتة عم بتحمل ولدنتها، بس أنا كمان لازم أعرف شو وضعي، هيك ما بيمشي الحال. ليش ما عم ترد؟ يعني ما عندك أي تعليق على اللي عملته هلأ هون؟ ما بدي تفهميني غلط. بالفترة يلي جاية لازم نبعد عن بعض شوي لبين ما يهدى الجو ويروح. تاري بنتك بتأثر عليك كتير وماني عرفانة، بس أنا ما بستاهل هيك معاملة منك أبدا يا كبير. عن إذنك. ولا سليم، شو لك شغل هون؟ إلي لشوف. شوف يا حسان، صبري هذا الزلمة ما بينفع. بده يقابل المعلم. زلمة الكبير ما له شغل مع المعلم. إحسان يعني عم بكذب. شبك. شوف صبري، عم اقول لك هذا الزلمة ما له منيح، الله بيعلم شو مخطط. اقعد لك. كيف الوضع؟ منيح. كأنك زعلان على ستنا. لا، قررت تعمل العملية. ما في حل تاني. يا رب الله يكون بعونه يا رب. تعال شوف. هذا احكي. يعني ما في تفضل؟ هلا احكي. تعرف ليش أنا هون؟ شو يعني؟ ما بدك الكبير يعرف انه انت اللي دليتني على محل الكشاش؟ هلا عم يستناني. بظن هذا آخر لقاء لنا، خلينا نحله. لأقول لك قبل ما أنسى، في عرضة أزياء اسمها أسين تشيري، قبل كم يوم حققت مع الشرطة. ايه. خلاصة لهالبنت رفيقة وحاليا مع لؤي، وصورتهم مع بعض بملحق المنوعات ضمن جريدة المساء. أكيد رح تلزمك.
المهم انا رايح هلا. بجوز الكبير يتفهم وضعي، ما بعرف ليش استدعوني، بس طلبوا مني اني اروح لعندهم بسرعة. صار لي ساعتين ناطرك. انا بدي اروح كل يوم بهالوقت، رح اتصل فيك. اذا انا ما اتصلت كون عم بتحضر لاخر سفرة الي. سامحني اذا غلطت بحقك. لمسامح الله، وما حدا بيعيش اكتر من عمره. لإمتى بدي ضل هون أنا؟ تفضلي. لتكوني ضايقتي. السؤال بلا طعمي ما هيك؟ عم نحاول نرضيكي بأي شكل، يا ريت تقدري هالشي. شكرا كتير، بس ما بحب مضي وقتي بهالشكل يا أستاذ. أنا كمان عندي حياتي وشغلي. جاوبت على أسئلتكم، شو بدكم مني لسه؟ بدي منك تقولي لنا وين اختفت رفيقتك شكرية أو دينيز. ما بعرف انتو كيف بتدلعوا بعضكم. قلت لك من قبل، البنت مو رفيقتي كتير، بنشتغل بنفس الوسط مو أكتر. رح تزعليني كتير. وسطكم مشهور بالسرسرة، كلكم بتعرفوا بعض. حتى لو ما بتعرفي وينها، يمكن حدا من رفقاتك بيعرف وين هي، صح؟ شوفي، لو ما كانت مهمة بالنسبة إلنا ما كنا تعبناكي معنا. عم تفهميني؟ خلص ماشي، بعمل يلي بيطلع بإيدي. بقدر روح هلا؟ اسمعي، في نقطة ما لازم تنسيها أبدا. يلي بينطلب منك بهالمكان أهون بكتير من يلي بينطلب برا. بصراحة إذا أنت ما حطيتي عقلك براسك وساعدتينا لحتى نلاقي هالبنت يلي اسمها شكرية أو دينيز، رح أزعجك. بكل الأحوال بظن عندك فكرة عن قوة وحدتنا. ديري بالك بجوز نجيبك لعنا بتهمة تجارة المخدرات مثلا، أو نخفيك عن وش الأرض. وساعتها يا آنسة الجني الأزرق ما راح يعرف وينك. ماشي فهمت. هلا أنا بقدر روح؟ طبعا. داوي يا شباب. هالشباب رح يوصلوكي على المحل اللي بدك اياه. ما بدي اذكرك يلي صار هون رح يبقى هون، مو هيك؟ لازم تتذكري كلامي منيح، عم تفهمي؟ ما رح انسى. برافو. ما شاء الله، الدنيا قايمة قاعدة وانت ولا على بالك. لا تبلشي ناق نسرين. شو طق مخك عيسى؟ يعني اخذ راحتك ومبلش شرب؟ لك عيب عليك. يا ريت تهتمي بحالك. بعدين ليش اجيتي بهذا الوقت على البيت؟ نهلة بالمستشفى. طبعا انت مو هامك ابدا. اجيت مشان اخذ لك كم قطعة، بدها تعمل عملية. زعلت كثير مشانها والله. انت فعلا واحد قليل ذوق عيسى. على القليل ادعي لها الله يشفيها ويتلطف فيها. ما حدا بياخذ غير نصيبه اختي. بعدين شو رح تفيدها دعوتي؟ قليل ذوق. عيسى أنا راجعة على المستشفى، وإذا جعت في أكل بالبراد، وحاجتك بقى هالمشروب. لا تشغلي بالك أبدا، أنت روحي على المستشفى وأنا رح أقعد هون. العمى شو إنك بخيلة، مخبية المصاري هون.
والله اجوا بوقتهم هالمصاري. الله شو هاد؟ هلا امي بتكون قلقانه علي ومزعوجه كتير لاني ما اتصلت فيها. لشوف هالجد بأسيل. وليه؟ احذري لشوف مين انا. هذا انتي. وينك وليه؟ اتصلت فيكي على الوكاله بس ما حدا بيعرف لوين رحتي. شو اخبارك؟ لا تسأليني، عندي شغل إضافي لهيك اضطريت امبارح روح بسرعة. وانتي كيف شغلك؟ قريت خبر بالجريدة، شو عم بيصير؟ دخيل الله تركينا منهم، بيقتلوا القتيل وبيقولوا لنا دوروا على القاتل. انتي شو عم تعملي هلا ومع مين انتي وليه؟ خلص هلا ما بقدر اقول لك انا مع مين. اي والله بيموتوني، والله كان بيطالع لي روحي اذا شفتيه. بتفكريه مهضوم كتير بس لما بيعصب يقطع لي قلبي من الخوف والله. يعني انتي ليش ما عم تحكي؟ الزلمة حاجزك عنده بالقوة شي؟ شو اسم هالرجال؟ وين انتو هلا؟ هو صار لازم سكر بقى، نحكي مرة تانية ماشي؟ شو هالحظ يا؟ شو بدي اعمل انا هلا؟ اذا بياخدوني مرة تانية مشان هالهبلة بيطق عقلي والله. وما طلع رقم المتصل كمان. ظاهر عندها بلوى أكبر من بلوتي. شو يا جماعة الأمور كلها تمام؟ ايه كله تمام. ليش انت قاعدة ما تقومي تركضي معي ها؟ صايرة مثل الدبة. خلاص لا تحكي هيك، أصلا بلشت بريجيم قاسي. الرجيم لوحده ما بيعمل شيء. يلا قومي جيبي لي شيء اشربه. يلا. ليش عم تطلع على البنت ولا؟ انت ما بتعرف انه هي معي؟ استغفر الله، مو معقول اطلع. لا ما في عيونك. والله عجبتني كتير عيشة النوار، بس لو انه جايبين معنا كل اغراضنا. مرنا شو بدك بنجيب لك؟ برد الجو. دبروا لي شي كنزة، ودبروا لي بنطلون وجاكيت من شي محل قريب، واسأل لي هالجدة اللي جوا اذا كان لازم هالشي. لوين رايح يا بغل؟ انا اسف يا معلم. على علمك صاير شي قصة هيك ولا هيك؟ ما فهمت معلم. ولك عم بحكي على مير اوغلو يا اجدب، شو صار لك؟ قال هرب الكشاش من عند الكبير. شو كان اسمه الزلمة تبع الكبير الأسمر؟ أو داود الأسمر؟ طيب على بضاي الأسود مدري الأسمر ما قدر يوقف بوشه لم يرغله؟ والله ما بعرف يا معلم. بعد اذنك دقيقة لو سمحت.
فكري شوي. انت اسمك ياسين؟ ايه. بدي احكي معك بموضوع شوي خاص. عن جد؟ شو الموضوع؟ شكرية أغوص، أو يمكن بتعرفيها باسم دينيس قلعلي. كأنك بتعرفي وينها مو؟ هذا بيتوقف على سبب سؤالك. عم بستنى جوابك. انت من الشرطة شي؟ لساتني عم بستنى. انا ما شفت شرطي حلو كل هالقد من قبل. والله ما عندي وقت للعلاج. هيك زعلتني، كنت حابة اتعرف عليك اكثر. وين فيني لاقيها؟ صدقني ما عندي اي فكرة. بس انت رفيقتها مو؟ معقول؟ ممكن تطلع علي منيح لو سمحت؟ معقول انا صاحب وحدة مثلها فاضية وعلاكة؟ طب فكري شوي وانا رح ارجع، ويا ريتك من هون لوقتها تكون تذكرتي كل شيء. وبلكي ما تذكرت. رح تتذكري. بيسعدني كثير التقي فيك مرة ثانية. يوسف أنا عايشة قول أنت فاضي؟ خير صاير شي؟ ايه بس ما بقدر احكي على التليفون. اذا عندك وقت مرق لعندي. والله بدي اروح على المشفى. نهلة عندها عملية ولازم اكون معها. نهلة عندها عملية؟ بدهم يستأصلوا الرحم. لا قلي حالتها خطرة؟ مع الأسف ايه. في شي بقدر اعمله مشانها؟ انت ديري بالك على حالك، وبس لاقي وقت بشوفك. تمام؟ تمام ان شاء الله مع فاي. تسلمي. باي. مين؟ افتحي. اهلا وسهلا. لا تقلي لي اكلتي؟ ناطرتك. فرجيني شو جايبتينا معك؟ انت سبقيني لجوا وانا هلا بجي. ماشي. ايوه. انت بتحبي البيتزا بالخضره ما هيك؟ مبين شكلها كتير طيبة. شايفتك متضايقة. هاي أنا بصراحة متضايقة شوي من قعدة البيت. صحيح كيف البيت الجديد؟ بصراحة ما بعرف شو بدي اقلك، ماشي حاله. ليش شو صار؟ هالبيت ساكن فيه نسوان مثل الشياطين، ولما بديت وحدة تقرب مني اضطريت استخدم مخالبي طبعا. ما فهمت، مين هالمرة؟ لا تهتمي، وحدة إلها علاقة مع أبي. هذا اللي كان ناقصني، تجيني خالة مرت أبي هالعمر. هلا فهمت عليكي. بالمناسبة بتعرفي إنه نهلة عندها عملية اليوم؟